السلام عليكم، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. امبارح زيزو طلع مع ابراهيم فايق وقال شوية تصريحات كده عن ازاي هو مشي من الزمالك، والمفروض ان هو النهارده هيطلع في الجزء التاني من الحلقة يقول هو جه الاهلي ازاي والقصة مشيت معاه ازاي. بس امبارح لما كان بيتكلم كله طبعا طلع وعلق على التصريحات وكده، بس انا ما شدنيش في التصريحات غير حاجة واحدة بس. سيبك من الملايين والعروض والكلام ده كله، انا بتكلم في حاجة واحدة بس. هي إدارة الزمالك فعلا بتخاف من السوشيال ميديا الزمالك؟ انا ما بتكلمش على جمهور مدرج دلوقتي، جمهور مدرج ليه احترامه وتقدير على فكرة، كله بيخاف من جمهور المدرج. بس هل فعلا إدارة الزمالك بتخاف من جمهور سوشيال ميديا الزمالك لدرجة إنها تطلب من واحد زي أحمد زيزو يقولوا له لو عايز تمشي اطلع قول للناس إن أنا اللي عايز أمشي، زي ما عملوا مع إمام عاشور قبل كده؟ ومرتضى منصور جاب إمام عاشور وقعد يقول له أقسم بالله ومش تقسم بالله يا جماعة انتوا بتفكروا إزاي؟ يعني بجد انتوا مين اللي سايق النادي؟ يعني هو الجمهور هو اللي سايق النادي؟ الجمهور اللي معلش مع احترامي الكامل لكل الجمهور، بس احنا كلنا يا جماعة بنفتي يعني. صباح الفل. المفروض الحاجات دي لها إداريين، ما كانتش اتعملت كل المناصب دي. ما كانش اتعمل مدير رياضي، وما كانش اتعمل مدير تقني، وما كانش اتعمل مدير كورة، وما كانش اتعمل جهاز فني أصلا، ولا كان اتعمل محللين ولا استوديوهات تحليلية ولا كان كل الحاجات دي اتعملت. لو كل واحد ينفع يدير الكورة في مصر، لا، أو يدير الكورة عموما يعني. الناس دي دارسة والمفروض إنها ما وصلتش المكان ده بالسهل. هو مش أي حد يصحى من النوم يروح يمسك نادي، مش أي حد عنده صفحة سوشيال ميديا عليها مليون متابع ولا حاجة يجي يخطط النادي بتاعه يمشي ازاي. لا، مع احترامي ليك، انت اخرك سوشيال ميديا، بتوجه جمهور السوشيال ميديا، بس مالكش دعوه باداره النادي. فازاي جمهور نادي الزمالك تعمل احترام او أي مش احترام، لازم تحترمهم طبعا، بس ازاي تخاف من جمهور الزمالك بتوع السوشيال عموما؟ طيب، انا هقول لك موقفين بس في الاهلي. موقف ساعه ابو تريكه رفض يلعب ماتش بورسعيد ونزلت عليه غرامه، اقسم بالله الشارع المصري في الوقت ده كان دبح مجلس الاداره. بس الغرامه اتمشت يا صاحبي، الغرامه مشيت، وكانت اكبر غرامه على فكره يمكن في تاريخ ابو تريكه وفي تاريخ اللعبه في الوقت ده، وكانت غرامه مهوله. الشارع المصري حرفيا كان غليان، اللي هو انت ازاي بتعاقب ابو تريكه؟ ازاي بتعاقب حبيب الملايين؟ يعني ده عم الناس يا عم، انت عبيط، تعاقب مين؟ ومع ذلك لا، كلمه الاداره هي اللي مشيت، مع ان ابو تريكه كان على حق وما كانش ينفع يلعب الماتش. بس انت غلطت في حق الاهلي، لا خلاص معلش هتتعاقب، وتعاقب ابو تريكه، وما اعترضش ابو تريكه، وتقبل ورجع واعتذر وكل حاجه. تاني موقف بسرعة بس قبل ما الشورت تخلص، تاني موقف في علي معلول. أنا عايز أقول لك إن كل جماهير النادي الأهلي عايزة تجدد لعلي معلول، بس الإدارة شايفة إن لأ خلاص علي معلول كبر وما ينفعش، خلاص، هي كده.